السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة النجرسكو بطريقة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية جدا جدا. المكونات استحالة تكون خزعبلية، كلها موجودة في البيت وهنعملها بكل سهولة. وعايزة أقولك إنك ممكن كمان تعمليها بطريقة أكتر اقتصادية من دي، وهقولك إزاي برضو في الفيديو. تابعي معايا الفيديو، بس طبعا تحطي لي كده اللايك في البداية وكمان تشتركي في القناة. عايزة أقولك بقى نبدأ كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا مع بعض نشوف المكونات والطريقة. معايا هنا صدر واحد بس من الفرخه. كمان ممكن تعملي ايه لو انت جايبه بانيه او اي حاجه في شريحه كده مش عاجباكي، ما ينفعش انك تعمليها بانيه او اي حاجه، تحطيها في طبق كده في الفريزر لحد ما تجمعي شويه حلوين تقدري تعملي بيها الوصفه دي. غسلتها كويس جدا وحطيت عليها شويه من الملح وشويه من الليمون وشويه من الميه وسبتها تتنقع شويه وصفيتها كويس قوي. هبدا بقى ان انا اتبلها او ابهرها بشويه من الملح، نص معلقه صغيره كده من الملح، نص معلقه صغيره كمان من الفلفل الاسود. اي توابل عندك حابه انك تضيفيها مفيش مشكله، اهم حاجه يكون التست بتاعها حلو وانت بتفضليها. هحط كمان شويه كده من البابريكا، ممكن تستبدليه بشويه من الكركم لو انت عايزه لونها على لون اصفر، بس انا بحب اللون اللي هو البينك او اللون الاحمر في المكرونه البشاميل او في النجرسكو، بصراحه بيبقى طعمها حلو قوي وكمان بيبقى شكلها لذيذ. حطيت هنا شويه من البابريكا. في مكون سحري بقى انا بصراحه بحب ان انا اضيفه جدا، البهار ده بجد بيعلي التست وبيدي طعم حلو قوي، وهو شويه من الورق اللوري والحبهان المطحونين. عايزه اقول لكم انا بحط رشه بسيطه جدا يعني على طرف المعلقه كده او بين صوابعك. عايزه اقول لكم بجد التست تحفه وفي منتهى الجمال. حاولوا بجد انكم تستخدموا الخطوه دي، ما تستغنوش عنها. هحط كمان شويه من توابل الفراخ، لو مش عندك تحطي 11 بهار، مش عندك حطي 7 بهارات، اي حاجه عندك تقضي الغرض مفيش مشكله. ممكن كمان بهارات شاورما. هحط حوالي معلقتين كبار كده من الزيت. خلاص كده انا تتبيلتي السهله البسيطه خلصت. حابه بقى تحطي توم وبصل باودر، حابه تحطي كزبره كمون، اي حاجه عندك مفيش مشكله خالص تقدري تضيفيها. هقلبهم مع بعض بقى كويس جدا. وعايز اقولك برضو لو حابه تحطي صوصات برضو مفيش مشكله خالص، صويا صوص، دبس رمان، باربيكيو صوص، مفيش اي مشكله. هقلبهم بقى واسيبهم على جنب كده حوالي ساعه، واجيب الطاسه بتاعتي هنا حطيتها على نار عاليه واسيبها تسخن كويس جدا. حطيت عليها معلقه كبيره كده من السمنه البلدي، عايزه اقول لكم بتدي طعم حلو قوي. هنزل عليها بالفراخ كده بشكل تدريجي والطاسه معانا تكون سخنه جدا، وعايزاها تتصدم. انا مش هقلب فيها، انا بوزعها بس لحد ما تاخد اللون الجميل ده. شايفين بقى الجمال والعظمه. عايزه اقول لكم بقى ان انا كمان ما يهداليش بال كده غير اما اشوف النار كده طالعه قدامي، فكان لازم ان انا اعمل الخطوه الجامده اللي جايه دي. شايفين بقى الجمال. عايزه اقول لكم حلو قوي، بحب الحركه دي قوي. هبدا بقى ان انا اقلب فيها بعد ما اخدت اللون الجميل ده. لو لسه معايا لحد الخطوه دي تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. هقلب فيها بقى كويس جدا بالشكل ده لحد ما تتشوح من كل ناحيه. ومعايا هنا بقى ايه، معايا بصله متوسطه، نص فلفلايه حمراء، نص فلفلايه صفراء، وفلفلايه خضراء متقطعين مكعبات بالشكل ده. هنزل بيهم بقى على الفراخ، وتقدري تضيفي جزر، مشروم، بسله، اي نوع خضار عندك مفيش مشكله خالص. هبهرهم بقى بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود ورشه كده من الشطه، لو مش حابه سبايسي مفيش مشكله خالص. هديهم تقليبهم مع بعض واسيبهم على النار هاديه لحد ما كله يستوي مع بعضه والخضار بتاعنا يستوي ويدبل خالص. تقدري تعملي الخطوه دي ازاي؟ لو عندك فراخ مستويه في التلاجة او في الفريزر ولادك مش عايزين ياكلوها مسلوقه بقى او صينيه او اي حاجه خالص، تقدري انك تقطعيها حتت صغيره كده بالسكينه او تنسريها كده بايدك، وتعملي نفس الخطوات على طول. تديها تشويحه في شويه السمنه وتنزلي عليهم بشويه بهارات وتنزلي عليهم بشويه الخضار الجميل وتقلبيهم مع بعض، هتديكي برده نفس النتيجه بالظبط. هنا خلاص كل حاجه استوت معانا وبقى بالجمال ده. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها حلو قوي. تقدري كمان في عيش تورتيلا كده او في عيش صاج او في عيش سوري تعمليها سندوتشات كده بتبقى لذيذه قوي. معايا هنا ميه بتغلي، حطيت عليها معلقه صغيره من الملح وغليت معانا كويس جدا. نزلت عليها بربع كيلو من المكرونه الاسباجيتي، سايباها زي ما هي طويله. هحطها في الميه كده وثانيتين 3 وهقلب فيها، كلها هتنزل معاكي في الحله وهنخليها 3/4 سوا مش اكتر من كده. طبعا اول ما بتنزلي كده بالمكرونه في الميه بتديها تقليبه عشان ما تعجنش معاكي وتلزق في بعض. هنا خلاص قطعتها بايدي كده لقيتها ناقص لها سيكه كده على السوا، يعني استوت معانا 3/4 سوا. هاخدها بقى اصفيها وكمان هغسلها كويس جدا تحت الميه. وخلاص كده المكرونه اتسلقت معانا. نعمل بقى البشاميل. للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور، هقول لكم انا عملته ازاي. حطيت 3 معالق كبار من السمنه البلدي، معلقتين من الزيت، عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وشوحتهم مع بعض لحد ما ادونا اللون الجميل ده. عايزه اقول لكم بقى بجد دي احلى طريقه لعمل البشاميل، تحفه جدا.
بعد كده معايا لبن ساقع من التلاجة عادي جدا، ممكن سخن مفيش مشكله. هنزل باللبن على طول مع التقليب المستمر، ايد بتضيف اللبن والايد التانية شغاله بتقليب بالويسك او بالمضرب زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان تعمليها بطريقه اقتصاديه اكتر، تستخدمي نص لبن ونص شوربه، شوربه لحمه شوربه فراخ. ممكن كمان تستبدلي بشويه من ميه سلق المكرونه، برضو بتبقى حلوه قوي. هضيف بقى هنا شويه من شوربه اللحمه كده، وعايزه اقول لكم بجد بتدي تيست حلو جدا. برضو مع التقليب المستمر تغلي معانا غلوه واحده بس، وهطفي عليه وخلاص البشاميل بتاعنا هيبقى جاهز. ممكن تحطي جبنه كريمي، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، ممكن تحطي كريمه طهي، كريمه لباني، اي حاجه. ده القوام اللي انا عايزاه. لو حباه اخف من كده براحتك خالص مفيش مشكله. البايركس اللي هستخدمه او الصينيه دي مقاس 20 في 20، هو مربع. حطيت طبقه من البشاميل وحطيت رشه من البقسماط اللي احنا بنقلي فيه البانيه. عايزه اقول لكم بيدي طعم حلو قوي. حطيت نص كميه المكرونه اللي انا سلقتها، وهنزل برضو بشويه كده حلوين من البشاميل. طبعا كل طبقه تحطيها تضيفي على طول بشاميل. تمام. هنزل عليها بقى بخلطه الفراخ الجميله التحفه اللي احنا عملناها مع بعض، دي لذيذه فوق ما تتصوروا. هوزعها بقى كويس جدا، وزي ما قلت لك لو حابه تزودي اي نوع خضار تاني مفيش مشكله. حابه تحطي برده شويه من الزيتون الاخضر برده هيدي تست حلو قوي. معايا هنا حته كده من الجبنه الموتزاريلا كانت عندي في الفريزر، طلعتها قمت حطيتها. مش حابه تحطيها مفيش مشكله. لو عندك جبنه كريمي، جبنه فته، جبنه رومي، شيدر، اي حاجه برده تزوديها برده مفيش مشكله. بعد بقى ما حطيت الجبنه هحط طبقه برده من البشاميل، وهنزل بباقي كميه المكرونه اللي عندي. الصينيه دي انا استخدمت لها ربع كيلو من المكرونه. طب قد ايه بشاميل؟ 3 معالق كبار من الدقيق. تمام. هنزل بقى بباقي كميه البشاميل اللي معايا، انزلها كلها ويدوب بالظبط كده جت على قد الصينيه. تمام. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ طبعا مش هينفع ان احنا ندخلها الفرن والبايركس بتاعنا متبهدل كده، عشان خاطر ما يلزقش معانا. نمسحه كويس جدا بمنديل مطبخ وندخله الفرن. الرف اللي في النص مشغله من تحت بس ياخد غلوه كده، وبعد كده هطلعه تاني. هنعمل ايه بقى بعد ما نطلعه؟ هنحط عليه رشه من الجبنه الموتزاريلا. مش حابه تحطيها مفيش مشكله، تقدري تدهني وشها بشويه من القشطه او قطعه كده من الزبده وتدخليها الفرن تاني مفيش مشكله خالص. شغلت الشوايه بقى ودخلتها، اخدت معانا اللون الجميل ده، طلعتها على طول كده. عايزه اقول لكم تتاكل وهي سخنه كمان من الصينيه كده، مش هنستنى نغرفها في اطباق. نطلع بقى قطعه من النجرسكو القمر دي ونشوف العظمه والحلاوه. عايزه اقول لكم بجد لذيذه 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 فوق ما تتخيلوا، وبات منها قطعه لتاني يوم. عايزه اقول لكم كان طعمها احلى واحلى كمان. نطلع قطعه كده وهي لسه سخنه طالعه حالا من الفرن، روعه وطعمها لذيذ قوي. شايفين الجمال؟ تحفه بجد. جربوها بالطريقه دي صدقوني هتعجبكم، ودي احلى طريقه تعملوا بيها النجرسكو، بجد لذيذه قوي. شايفين بقى حلاوتها ولذاذه البشاميل وطراوتها. وعايزه اقول لكم المكرونه الواحده بوحدتها كده مش معجنه ولا اي حاجه، والسر في ان احنا سويناها 3/4 سوا بس مش اكتر. جربوها هتعجبكم، وقولوا لي ارائكم في الكومنتات. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وطبعا انا خدت الطبق ده كده ايه، نسفته طبعا، انتوا عارفين ايه اللي حصل فيه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.